مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ أنا مبسوط إني واقف قدامكم، مع إني بصراحة واقف بالعافية، لإني لو قعدت مش هعرف أقوم وهحتاج تصفيق مخصوص. خلوني أحكي لكم عن مشكلتي. أنا راجل طيب، طيب قوي، طيب لدرجة إن أي حد يشوفني يحس إني إعلان خصومات، اشتريني وخدني. أي حد يقولي معلش أقوله اتفضل، قبل ما يقول هو عايز ايه. مرة واحد وقفني في الشارع، قال لي معلش يا باشا، الساعة كام؟ بصيت في الموبايل، لقيت البطارية 1%. قلت له على حسب، هتجري ولا هتمشي على مهلك؟ مرة تانية واحد صاحبي كلمني الساعة 3 الفجر، قال لي الحقني يا عم. قلت له خير. قال لي مش عارف انام. قلت له وانا مالي؟ قال لي كنت محتاج حد صاحي معايا. انا طيب لدرجة اني بركب تاكسي، نوصل، السواق يقول لي حاسب كام؟ اقول له اللي تشوفه يا اسطى، وافضل طول الطريق بعد كده اعيد الحساب في دماغي وازعل. ركبت ميكروباص مرة، السواق قال اللي معاه فكة. الغريب ايه بقى؟ ان انا الوحيد اللي كان معاه فكة. دفعت وبقيت موزع فكة رسمي، اقول اتفضل يا استاذ، اتفضل يا حاج، حاسس اني شغال بنك مركزي. دخلت سوبر ماركت، قلت تجيب حاجة بسيطة، دخلت خرجت، الكاشير قال لي معاك كيس؟ قلت له لأ. قال لي طب خد كيس. لقيت نفسي دافع تمن الكيس والحاجة وتمن الإحراج. قلت مرة لازم أبقى تقيل شوية، قلت مش هرد على حد. الموبايل رن، ماما. قلت الخطة وقعت رسمي. أنا مشكلتي مش الطيبة، مشكلتي إن الطيبة باينة على وشي، وشي بيقول للناس تعالى اطلب، مش هقول لأ. وفي مرة قلت أتعلم أقول لأ، واحد قال لي ممكن خدمة؟ قلت له لأ. رجعت قلت له بس قولي الأول علشان مزعلش. وفي الآخر استوعبت حاجة مهمة قوي، الطيبة حلوة بس مش مع كل الناس، لازم تبقى طيب بس فاهم امتى تقول كفاية. اتشرفت بيكم، ولو حد محتاج خدمة بعد العرض أنا موجود، بس استناني أتمرن أقول لأ مرة واحدة بس. شكرا يا جماعة.